سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الخير عليكم جميعا، كل اخواتي وحبايبي اللي منوريني بوجودهم دايما معايا على القناة، اللي لسه جداد معايا واللي معايا من زمان. شايفين ما شاء الله، ده الفراخ البلدي والفراخ الفيومي، وكمان معاهم البط البلدي الخليط. طبعا انا كده حطيتهم في مكان واحد، وبياكلوا من نفس الاكل، وكمان بوفر ليهم من استهلاك العلف بطرق سهلة وبسيطة من البيت. والبط ابتدى ان هو يقفل ريشه معايا، والفراخ كمان ابتدت ان هي تكبر بالخلطات اللي انا بعملها الموفرة، اللي تقدر ان انت تعملها من البيت. طبعا هما بياكلوا دلوقتي، بياكلوا ايه؟ بياكلوا ردة على ذرة عويجة، على حوالي عن ربطتين كده من الخضار. ببتدي ان انا ايه اقطع كده خضار على الاكل بتاعهم، وببتدي ان انا احط ده كله مع بعضه كده واقلب كله مع بعضه للفراخ، وعليهم نسبة برضه الدشاشة اللي هي الصفرة. طبعا انا خلاص ما باكلهمش علف. ليه؟ لان الفراخ كبرت والبط كبر، فطالما ان هو قفل ريشه ومفيش اي مشكله، وبيبتدي البط ان هو يحمل معاه اوزان، والفراخ كمان ما تربيش دهون وتبيض ان شاء الله باذن الله معانا كده بدري. يا ريت كده لو انت لسه جديده كده معايا على القناه ولسه اول مره بتشوفي القناه بتاعتي، تنزلي تشتركي فيها. ويا ريت كمان لو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا من اللايك. طبعا ما شاء الله، ده البط اللي بيطلع من البيت واللي انا دايما بصوره معاكم من عمر اليوم على القناه. الناس اللي متابعاني طبعا بتشوف البط ده وهو لسه طالع عمر يوم. اهم حاجه طبعا في تربيه البط انك انت لما تيجي ان انت توفري لهم من العلف علشان يكبروا معاك بسرعه، ما تحطلهمش يعني الاكل يكون الخلطه يعني تكون مش متوازنه، علشان الفراخ ما تربيش دهون، او البط يسقط ريش بعد ما الريش بتاعه يكتمل. فعلشان كده ايه انا بعمل له كده الخلطه كلها مع بعضها. بحط له نسبة ذرة عويجة، على نسبة شوية ردة، على شوية دشيشة صفراء، على شوية عيش. عندك شوية عيش ممكن تقطعي لهم، ممكن تنسمي الخلطة بتاعتك عشان الردة ما يبهدلهاش على الأرض، بشوية مية صغيرة جدا جدا. يعني تكون الخلطة يعني تعملها مفرولة كده، وتبتدي ان انت تحطها للطيور بتاعتك، فبيبتدوا ان هم ياكلوا وبان عليهم واليوم يجي معاهم بيومين. طبعا ما شاء الله، شايفين دي دورة الفراخ الفيومي والفراخ البلدي اللي انا كنت بصورها معاكم في الايام اللي فاتت، من هي لسه عمر يومين. فما شاء الله ابتدت ان هي تكبر معايا، وبرغم ان انا يعني ما اكلتهاش علف صافي، عملت لهم خلطات موفرة جدا كتير، فما بتأثروش. وفي نفس الوقت ايه بيكبر معاك البط والفراخ بيكبروا معاك بسرعة. مفيش احسن من التربية البيتي، برغم ان اكل الطيور بقى غالي ومكلف جدا، لكن احنا يعني على قد ما نقدر كده ان احنا ايه مش شرط ان احنا نربي باعداد كتيرة. ممكن نربي لو 10 بطات، 10 فرخات كده. المهم ان احنا ما نمنعش الخير من بيوتنا كده، لان الحاجة اللي انت بتربيها على ايدك طبعا بتكون مختلفة عن اللي انت هتشتريها من برا. بواقي اكل بيت عندك هتحطي الفراخ طبعا هتكبر معاك على طول. والبط شايفين الديك ما شاء الله ابتدى ان هو يكبر كده. ده الفراخ البلدي والفراخ الفيومي. طبعا دورة البط والفراخ دي انا منزله بها فيديوهات من عمر اليوم كده على القناه. اللي حابب بقى يشوف كده الفيديوهات ان شاء الله يستفاد من الفيديوهات اللي انا بنزلها كتير. في خلطات كتير موفرة، وكل حاجة بتكون لها فوائد غير التانية. عندك الخضار، يعني ممكن تشتري الخضار، نسبة من الخضار وتدخلها مع الأكل بتاعهم. الحاجات اللي هي بتكون البطاطس، لو البطاطس كده أسعارها نزلت اللي هي الصغيرة، بتبشرها لهم وتحطها لهم على الأكل بتاعهم. البطاطا برضو كمان تقدر ان انت تحطيها.
الحاجات دي كلها بتكون موفرة، وفي نفس الوقت بتكبر الحاجة بتاعتك على طول، وبتخليها تكبر معاكي بسرعة جدا جدا. اهم حاجة طبعا الاهتمام بوسع المكان اللي انت بتحطي الطيور بتاعتك فيه، النظافة، ده كله ليه عوامل اساسية علشان دورة البط والفراخ تكبر معاكي بسرعة. ان شاء الله اي حاجة جديدة برضو هنزل معاكم فيديوهات بيها. يا ريت لو انت لسه موجودة كده معايا لحد الان من الفيديو ما تبخليش كده عليا من اللايك والاشتراك في القناة، علشان اشجع ان انا اكمل وانزل معاكم لدورة البط والفراخ دي فيديوهات كتيرة ان شاء الله بإذن الله.